ربنا يستر. حذرنا إدارة الزمالك من التورط في إضافات لملء الأوراق الفارغة التي كتبها جده على بياض. حذرنا ونصحنا من عدم السقوط في هاوية التزوير إذا ادعى الزمالك حصول اللاعب على أموال لتهديده أو تخويفه. الغريب والمرير أن اللاعب السابق إبراهيم حسن، والذي كان موقوفا عن العمل في تلك الفترة، لكن إدارة الزمالك فتحت له أبوابها ليعمل سرا، وتفرغ الأخ المتوتر دائما والموقوف كثيرا للتأكيد على كذب مزاعمنا وعلى أن جده لاعب في الزمالك رغم أنف التخين. رغم أنف التخين جده لعيب في الزمالك، وانت كنت مهندس العملية، وحازم إمام دخل في النهاية قال لكم لا يا هشهد يا هتبقى مشكلة، وفي النهاية كلكم رضختوا رغم تحذيرات. ثانية واحدة، اتفضل. ده يمكن عايز اقول لك حاجة. الصفقة الوحيدة اللي تمت في نادي الزمالك وانا موجود وانا لم يكن لي في اي طرف. دلوقتي بتتنصل لا منها؟ والله لا عمري. والله بص لو على جثتي عمري ما هقول لك انا عملت حاجة وانا ما عملتهاش. لا 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 دي هذا الموضوع تم بالظبط كده. حسام وابراهيم وحازم امام، والولد جه جايب مع ابن خالته والاثنين السماسره بتوعه، جايب كاميرا بيتصور ان هو مش مصدق انه في نادي الزمالك ماشي بيحسس على الحيطان. والله العظيم. انا بقول لك الكلام بقى وصلني يعني. موضوع اداره الازمه بقى، وان ايه والايصال وبتاع. بص الموضوع ده فيه اسرار كتير جدا جدا جدا. يعني انا هقول لك، المحامي لما الورق راح له قال لك 100% انتوا موجودين. ايه اللي شقلب الموضوع 180 درجه. ودي كانت من المرات على فكره انا استقلت فيها. يعني دي المره الاولانيه اللي انا استقلت فيها لو تفتكر. اللي هو قلت طب هو في ايه؟ طيب هخلص لك اللغم بسرعه.